اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده بقى هنعمل مع بعض كده صينيه فراخ زي ما انتم شايفين كده، حاجه ناشفه واوزن لوزي اهي يا حبايب قلبي، وحاطين فيها بطاطس وما شاء الله كانت مستويه ودايبه دايبان كده في البوق والله العظيم، وكانت ريحتها جميله وتجنن يا حبايب قلب. ماشي، اللي عندي كده ايه، الصينيه استوت 100 100 اهي. تعالوا بقى نخش نشوف المقادير بتاعتنا ونعملها مع بعض. ماشي يا وزاويز، جبنا الفرخه بتاعتنا غسلناها وروقناها، عملنا لها شاور محترم زي ما الكتاب قال اهو زي ما انتم شايفين كده. طولت ما انا بقى انا في المطبخ وانا مشغله عليها الميه علشان تبقى نضيفه وريحتها حلوه زي الفل كده وتبقى جميله وزي العسل. طيب انت بتعملي فيها بتشرحيها زي ما انتم شايفين، هي ما شاء الله فرخه كبيره اهي ما شاء الله. يعني شوف انا قاسمه الصدر 2 وما شاء الله كبيره وجميله ازاي. قلت هقسم الوراك عشان بتبقى في يعني السوا بتاعها جامد شويه، ومش هقسم يا ولاد انتوا لخبطتون، هقسم الصدور وهسيب الوراك بحل اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، ما شاء الله الوراك بتاعتنا كبيره وجميله ازاي. وغسلنا بقى الرخام عشان قطعنا عليه عشان ريحه الزفاره بتاعتنا ما تلبتش في ايه، في الرخام. والحله ديت او القصعه ديت اهي نشطفها تاني ونحط بقى فيها ما تركزوش في اللي هيقع ما تركزوش اهو. بقول بقى للعيال اهوت جايبه الخل، ازازه الخل اهيت عشان نعمل محلول لنقع الفراخ. ماشي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده اهو. دوت اللهم صل على النبي، ميه بخل، وبنحط الدقيق بتاعنا الطريقه ديت بتاعت امي، يعني عشان ايه، تقطع الزفاره من الاخر. انتوا عارفين ان الفراخ يعني فيها شويه زفاره كده مش بتبقى عجباني. ماشي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. واللهم صل على النبي، شويه ملح اهو. كل دوت محلول كويس قوي لنقع الفراخ زي ما انتم شايفين كده. ونحط ايه كمان، شويه سكر، يبقى الملح والسكر والدقيق والخل. ماشي يا حبايب قلبي. وكنت جبت ليمونه بس كنت قفلت بقى، الليمونه ما كانتش بانت اهو. ونقلبهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين. وهنمسك بقى الفرخه اللي قطعناها مع بعض نعيد عليها تاني تنظيف، ونقوم حاطينها فين، في المحلول بتاع النقع اللي احنا عملناه. دي طريقتي يا حبايب قلبي. وما بكون عندي طحينه ما بحط معلقه طحينه برضه، بتقطع الزفاره دي خالص خالص، وبتلاقي الفراخ لها نفس كده ونفسها نضيف وحلو معانا. ماشي يا حبايب قلبي، ما شاء الله عليكم انتوا كلكم شطار، بس احنا بنشجع بعض وايه وبنسلي بعض. شهر رمضان تسليه زي ما انتوا عارفين، والقناه بتاعتنا يا حبايب قلبي انا فاتحاها يعني علشان ايه، تبقى فتحه خير علينا وكده، فبنعمل مع بعض وبننزل، مش بان انا اشطر منكم ولا انا بوريكم ولا حاجه والله يا حبايبي اهو زي ما انتوا شايفين كده. ماشي كده نقعنا الفرخه بتاعتنا اهيت وظبطناها وروقناها ونقفل عليها بقى. طب نغسل بقى الرخامه بتاعتنا، ونغسل الحله اللي كنا ناقعين فيها والسكينه، ونظبط الدنيا كده عشان نقضي على ريحه ايه، الزفاره. بس انا سامعه يا اولاد الناس بيقولوا الفراخ دي مش عارفه فيها ماده بكتيريا ولا ماده حاجه كده انا ما اعرفهاش فقلت والنبي من هنا ورايح لمعقمه مكان الفراخ دي. عندي خل، عندي كلور، هغسل الرخامه واغسل الحوض ايه مكانها كده عشان ريحه الزفاره. ماشي يا وزاويز قلبي. اللي وصل بقى لعند غسيل الحله يحط لكم الاشتراك ماشي، اوعوا تنسوا لكم الاشتراك يا ولاد. بنغسل كده زي ما انتم شايفين كده، نخلي الحته بتاعتنا اوزي ولوزي. ماشي يا وزاوزي اهو، نبقوا وحشين كتير يا ولاد. خلاص غسلنا وظبطنا وروقنا، نقوم بقى حاطين شويه خل. بوريكم ازازه الخل اللي تقولوا ميه والحاجه بتضحك علينا ولا حاجه حبه خل، والنبي كانت مخليه ريحه الحنفيه وريحه الرخامه والحله ايه جميل زي ما انتم شايفين. امال اسمها ايوه حنفيه، خلاط يا ولاد شوفوا بقى البطاطس بتاعتنا، فرمت الطماطم ما تطبخوش هيوز، وخرطت البطاطس اهي، وجبت التوم وقرن فلفل احمر وقرن شطه حراق، وظبطت التظابيط كده يا حبايب قلبي اهو، علشان نبقى ايه ساعه ما نقول يلا نقول يلا، نبقى مستعدين للعزاويل كلها نحطها على بعض ونقوم مدخلين. شفتوا بقى في ثانيه كنت روقت الصينيه بتاعتنا، ولما صلى على النبي حطيت الحاجه بتاعتنا اهو، وزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي الشكل النهائي بتاعها، وطلعت جميله وزي العسل وزي الفل اهو، وكانت مستويه ودايبه دوب، وقسما بالله كانت زي العسل يا حبايب قلبي، وتستاهل بقكم وجربوها ومش هتنسوها والله العظيم، هتعملوا زي على طول. خلي بالكم يعني حبايب قلبي. مع الف سلامه، مع السلامه.